بسم الله. بلاش نخطط لبكرة، بلاش نخطط للأسبوع الجاي، بلاش نخطط للشهر الجاي، بلاش نخطط للسنة الجاية. إذا أتاك الصباح فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أتاك المساء فلا تحدث نفسك بالصباح. دعها لله، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، يغير الله من حال إلى حال. بمكالمة تليفون الدنيا بتتقلب، بخطوة بنخطيها غلط الدنيا بتغير حالها، بتحليل الموازين كلها بتتغير، كل حاجة بتتغير في لحظة، كل حاجة مش معمول حسابها او معمول حسابها ربنا سبحانه وتعالى عنده حسابات تانية. احنا منخططش، احنا نسلمها لله ونخطط على قد ايه، على قد معرفتنا، وتعرف ان انت برضو مش هتتوفق غير بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وما توفيقي الا بالله. طب نعمل ايه؟ نعمل اللي علينا الجزء البسيط، ونسلم كل الامور لله سبحانه وتعالى. نصلي، نقرأ قرآن، نستخير ربنا، نصلي قضاء الحاجة، ندعي في الثلث الأخير من الليل، نتصدق بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا في الشيء دوت. هي دي الأسباب اللي احنا ناخدها، لكن نعرف إن التوفيق من عند ربنا، وإن النصيحة الزايدة دي مش بشطارتنا، مش هتقدر، مش هتعمل لك حاجة. النصيحة الزايدة مش بشطارتك. دايما تقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، ومن فجاءة سخطك ونقمتك. اللهم ان تولني فيمن توليت، وعافني فيمن عافيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت.